السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوات ام نزار. مرحبا بكم في فيديو جديد او في وصفة جديدة اللي غنشارك معكم فيها المروزية باللحم اللي كتجي رائعة بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وبطبيعة الحال غنصايبها معكم بالطريقة ديالي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اللي عجبو الفيديو ما ينساش بارطاجي مع الاصدقاء ديالو، وما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير ديالكم فضلا وليس امرا. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. هنايا عندي بطاطا غندير الفريت، المهم قطعتها كيف ما كتشوفوا، خليتها هنايا في الماء شويه يحيد لي داك النشا اللي كيكون فيها شويه. درتها في هاد الكاميله، درت لها شويه الملح ودرت لها الماء، وغنديرها فوق البوطه يعني واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق تقريبا، وغادي نخليها حتى كتسلق، يعني ماشي كتسلق بزاف غير شويه وصافي. ومن بعد غادي نصفيها. هنايا عندي البصله، جوج بصلات شلطتهم، عندي اللحم على حساب اللحم اللي غادي ديرو، عندي هنايا شويه معلقه صغيره ديال الملح على حسب الذوق، معلقه صغيره ديال القرفه، عندي معلقه صغيره ديال السكنجبير والخرقوم بلدي، عندي هنايا 3 دروس ديال الثوم، واحد دامه ديال الزعفران، وعندي هنايا كيف ما قلت لكم بصله مشلضه غير جوج بصلات. اللوز ها هو يعني غنديرو باش نقدم به، وهذا الزبيب على حسب غندير غير شويه. خديت هنايا هذيك العطريه وهذاك الثومه وزعفران، درتهم هنايا في هذا المول وخبيت عليهم شويه د الماء. هنايا غادي نشرمل فيهم هذاك اللحم كيف ما كتشوفوا، غندوز هذاك اللحم كامل. ودرت لهم حتى شويه د البزار، شويه د البزار وسكنجبير، خرقوم بلدي و قرفه، الثوم والزيت البلديه والروميه. صافي هنايا غنشرمل هذاك اللحم كامل، وغادي ندوز ناخذ الكوكوط، غندير فيها شويه ديال الزيت الروميه وشويه ديال الزيت بلديه. وهنايا غندير البصله راه شلطتها مزيان، وهنايا غادي نحط عليهم هذاك اللحم ونخوي هذيك العطريه اللي بقات كيف ما كتشوفوا. ودابا غنديرهم فوق البوطه وغنخليهم يتشحروا واحد 5 دقائق بحال هكذا. هنايا خديت هذاك اللوز غنديرو في هاد الكاسرونه، نديرو شويه ديال الماء، المهم تاخذوها شويه د اللوز على حسب شحال بغيتو نتوما. درتو في هنايا في الماء، غنخليه يغلى واحد شويه باش تسهل ليه القشره باش تحيد. هنايا الزبيب خديت شويه ديال الماء طايب، درت هنايا شويه الزبيب في هذيك الزلافه حتى هو هكذا يحيد الغبره وداكشي اللي فيه. هنايا اللحم من بعد ما كيتشحر شويه، يعني ماشي بزاف، واحد 5 دقائق هكا كيتشحر صافي، وكنزيد عليه معلقه صغيره ديال السمن. وغادي ندير ليه واحد ربيطه هكا غير صغيره ديال معدنوس وقزبور، وغندير عليه هنايا واحد الغراف ديال الماء، يعني ماشي بزاف غير شويه. وغادي نحرك هذيك كيف ما كتشوفوا، غنحركو هنايا. راه ما درتش ليه الماء بزاف، يعني درت غير شويه. يعني غنلوح هاد الربيطه ديال الربيع، وغادي نسد الكوكوط ونخليها، يعني راه ما جهدتش عليها، خليتها كطيب غير بالمهل زعما. هنايا ديك البطاطا من بعد ما سلقتها غادي ناخذها دابا باش ندير ليها واحد الشرموله اللي كندير ليها انا، غادي نطيبها في الفران. انا درت لها تقريبا 2 معالق ديال الزيت الروميه، شويه ديال البزار، الملحه راه درتها ليها يعني تسلقات فيها. وهنايا عندي شويه ديال الزعتر، ماشي ضروري، كاين اللي كيبغيه كاين اللي لا. وعندي واحد شويه ديال التحميره يعني باش كتعطيه داك اللوين. غادي نحرك مزيان هكا بيدي حسن كيدي باش تخلط مزيان كيف ما كتشوفوا. صراحه راه كتجي زوينه حتى هي، يعني راكم عارفين دابا الزيت غاليه وهذا، يعني من الاحسن ديرها غير في الفران. هنايا دهنت الطابه غير بشويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا فيها. وغادي نخوي فيها هذيك البطاطا وغنخليها ندخلها الفران، نشعل عليها الفوق والتحت ونخليها حتى كطيب، يعني غير على خاطرها. قديتها مزيان باش كتحط في هكا في الطابه باش كتسهل باش انها طيب من التحت.
هنايا خديت باش نقلي هذاك اللوز، درت شويه الزيت في كاسرونه ودرت هذاك اللوز وغنديرو غير على العافيه مهيله حتى كيتحمر غير على خاطر. وهذاك الزبيب من بعد ما تا هو يعني هكا غسلته مزيان من هذاك الغبره وداكشي. صافي راه غسلته هنايا كيف ما شفتوا. غنخلي اللحم حتى كيطيب هانتوما. ودابا غادي نزيد عليه هذاك الزبيب. اللحم راه غنقصت عليه ما طابش دغيا زعما، يعني نقصت عليه عافيه مهيله وكيطيب على خاطرو. غادي نزيد عليه الزبيب ونحركو عاوتاني شويه ونسد عليه ونخليه تاني حتى يطيب هذاك الزبيب. هنايا درت البارباره سلقتها فورتها هكا في الكوكوط، وهنايا درت لها شويه د الربيع، شويه ديال المايونيز، شويه د البزار، شويه د الملحه وشويه د الخل وشويه د زيت البلديه. تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش، يعني ماشي مشكل. صافي هنايا كندير هذاك المايونيز غنحرك مزيان غير كتجي زوينه. هنايا غنديرها في هاد الطبيصلات. وهنايا غندوز نقدم معكم هذه راه صايبت هاد البقوله. المهم من بعد ان شاء الله ونعاود ندير معكم فيديو الطريقه اللي كنصايبها. وهنا الفريت كيف ما كتشوفوا راه حتى هي كتجي زوينه، وهذيك الباربه وتما اللوز والكركاع. وهنايا غادي هذيك المروزيه ديالي راه وجدات. هنايا غادي نحطها كنخليها حتى كتشرب الماء حتى كيبقى فيها غير شويه، يعني الجهد اللي غادي تحطيه هكا في الطبسيل ديالك. صراحه راه جات بنينه بزاف، يعني راه واحد المذاق فيها واعر. يعني كما قلت لكم يعني راه كل واحد وكيفاش كيطيب، راه كلشي كيطيب وكل واحد وكيف الطريقه ديالو في الطياب. هانتوما ندير الفريت من الفوق. درت البيض مسلوق، يعني ماشي ضروري اللوز مثلا ما كانش عندكم تقدروا ديروا هذا البرقوق. انا ما كانش عندي، يعني درت غير الفريت وهذا اللوز وشويه الكركاع. وهذا هو الطبق ديالنا كيف ما كتشوفوا. صراحه راه جا معلك وجا فيه واحد المذاق خطير. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. والباربه حتى هي والرجله البقوله كيف ما قلت لكم، يعني مره اخرى ان شاء الله ندير معكم في شي فيديو. وهذيك الفريت. وهذا هو الطبق ديال اليوم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، واللي عجبو الفيديو ما ينساش بارطاجي مع الاصدقاء ديالو. ما تبخلوش عليا بلايك ولي كومونتير ديالكم. وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم. والى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.